يعني انا بفكر معاكم بصوت عالي. ولا ممكن يكون سبب تاني هو حته المقارنه على السوشيال ميديا، ان انت طول الوقت بتفتح السوشيال ميديا بتعرف 200 بني ادم، ممكن تكون ما تعرفش اصلا تفاصيل حياتهم الشخصيه الحقيقيه عامله ازاي، بس بيوروك انجازاتهم، بيوروك هم خدوا ماجستير، خدوا دكتوراه، سافروا، مش عارفه عملوا ايه في شغلهم، عملوا ايه في حياتهم، اتجوزوا، خلفوا. فانت طول الوقت حاسس انه الخطوات البسيطه او الهوم ورك اللي انت بتعمله مش هيوصل لشيء، او بتحس بالاحباط اللي هو انا مهما عملت على فكره مش مفيش فايده. تفتكروا ده سبب من الاسباب؟ طب سؤال بقى، سؤال مهم قوي، ازاي نرجع نحس او نحيي ثقافه الهومورك بتاع المدرسه؟ يعني ازاي نرجع يبقى عندنا احساس الهومورك بتاع المدرسه اللي هو انا هعمل اللي عليا وارميه واقفله وامشي، وماليش دعوه بقى بالناس يقيموه ازاي ما يقيموهوش، انا بعمل الحاجه دي لنفسي. ازاي نرجع فعلا يبقى عندنا الطاقه دي؟ يعني ازاي نركز على الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجين نعملها اللي هي زي الهومورك بتاع المدرسه في وسط هذا العالم المليء بالتشتت وبالضجيج وبالدوشه؟ ممكن تكتبوا لي في الكومنتات تشاركوني بارائكم ازاي بتعملوا الهوموركس اللي انتوا محتاجين تعملوها، ازاي بتركزوا فيها. رمضانكم سلام.